من جوه رينو لوجان 2015 اخيرا في مصر في الفتيس الاوتوماتيك. هنشوف دلوقتي مع مستر مصطفى الماركتنج مانجر لرينو مصر ليه النهارده رينو لوجان نزلت بالفتيس الستيب ترونيك مش بس الاوتوماتيك. خليكم معايا. ليه لوجان نزلت ستيب ترونيك مع الفتيس الاوتوماتيك العادي؟ ليه ما نزلتوش اوتوماتيك عادي بس؟ بص، احنا كل الموديلات بتاعت رينو اللي موجوده هتلاقيها دايما الاوتوماتيك معاها ستيب ترونيك. ده من الحاجات الاساسيه اللي رينو بتقدمها. هايل. انت عارف دايما الموضوع الاوتوماتيك هتلاقي في ناس كتير اللي هو عايزه تشد بقى، عايزه بيرفورمانس للعربيه، الحاجات دي كلها ما بتبقاش متوفره قوي في الاوتوماتيك. فدي ميزه الاستيبترونيك، انت فاهم كويس. ده حقيقي، احنا عارفين دوت كويس، لكن احنا بنتكلم ان اللوجان عربيه عائليه في الاخر. انت كده نقدر نقول ان انت فت الشباب مع الفئه العائليه بالظبط. لا، هي اللوجان بس مش عربيه عائليه، هي ميزه اللوجان بالديزاين بتاعها دي ان هي بقت بتخاطب جميع الفئات حقيقه في السوق، سواء عائليه او شباب او ايا كان، بالشكل الجديد بتاعها ده، بالفيتشرز اللي موجوده فيها، بالسكرين تاتش، بالحاجات اللي الشباب هو اللي بيقدرها. انا شايف الانتريور بتاعها بقى حكايه مع الحاجات اللي بتلمع مع التاتش سكرين. بالظبط. وكمان هو مش بس تاتش سكرين، واحنا بنتكلم في جي بي اس اوريدي شغال في مصر. تعرف الجي بي اس في مصر؟ جي بي اس في مصر اخيرا في لوجان. فيعني ده كنا متعودين عليه دايما في العربيات العاليه شويه، لكن ان هو ينزل في عربيه صغيره انا شايفه كمان من ال جي، يعني مش براند قليل. ده طبعا دي بارتنرشيب ما بين رينو وال جي، او يعني ده البروفايدنج لرينو فرنسا. هتلاقي ال جي هم اللي بيقدموا السكرينز بتاعتنا. الفيتشرز الثانيه كمان هي الفكره كلها في اللوجان، واللي هي دايما دي اللي بتميزها عن اي عربيه في السوق دلوقتي، ان هي احنا دايما بنقول عليها ان هي اكتر عربيه فيها رفاهيه بس افوردبل في نفس الوقت. ده حقيقي. تمام. وهي عامه الحقيقه ده مش بس في اللوجان، هو ده اللوجان والفلونس، الميجان، كل الموديلات بتاعت رينو بالشكل ده. هتلاقي دايما ان هي في الفئه السعريه القليله مقارنه بالمنافسين بتوعها اللي هو بيقدموا نفس الفيتشرز بس في فئه اعلى منها بكتير. فاللوجان بالذات، لا يعني انا عن نفسي كوجهه نظر شخصيه كيوزر كمان، ان احنا بنتكلم، لا احنا مسيطرين في الجزئيه دي، مسيطرين في الفئه دي. احنا بنتكلم في عربيه تحت ال 100,000 جنيه، بتبتدي الاوتوماتيك ب 97,900. تحت ال 100,000 جنيه وتديني كل الفيتشرز ديت. فاحنا كده بنتكلم في عربيه مع الامان، عامل الامان اللي بتميز بيه رينو، ان انا معنى كده ان انا دخلت في شريحه سعريه ما كنتش بحلم بيها قبل كده. بالظبط. تخيل يا كريم انت عندك عربيه فيها 2 اير باجز واي بي اس وكروز كنترول وباركينج سنسور وجنوط وتاتش سكرين وجي بي اس، والكلام ده كله بنتكلم في فئه ال 100,000 جنيه مع ضمان رينو اللي احنا متعودين عليه في مصر، اللي هو المحترم جدا. فدوت دي انا شخصيا ككريم بعتبرها صفقه رابحه جدا. ده اكيد. والكواليتي كمان يا كريم، لان في ناس مثلا بتقول العربيه دي متصنعه في المغرب، هتلاقي الكواليتي بتاعتها مش قد كده. لا بالعكس، لان الكواليتي اساسا العربيه دي بتتصنع في المغرب وبتتصدر لاوروبا قبل ما بتيجي مصر. يعني الكواليتي الاوروبي لازم، مش بس اللوجان سيدان والستيب واي والسانديرو، كلهم نزلوا بنفس الفتيس الجديد الاوتوماتيك ستيب ترونيك. هايل. اخر حاجه حابب انوه عنها بس، ان العربيه ديت الموتور ده بالذات من انجح المواتير اللي عملتها رينو، لان هو اخد باعك طويل قوي مع ميجان 2، وبعد كده اتحط في اللوجان 1، وشايفه دلوقتي في اللوجان 2، وكل دوت. والفتيس ده بيعتبر من اقل الفتيس والموتور من اقل المواتير اعطالا زي ما احنا متعودين عليه من رينو. ده حقيقه صح؟ ده حقيقه بالظبط. وعلشان كده هو مكمل معانا في اللوجان 2 كمان بعد اللوجان 1 والشيب الجديد، هو لسه مكمل معانا ومدي بيرفورمانس حلوه قوي، والناس فعلا مبسوطه بالموتور والجير بوكس. شكرا ليك قوي يا مصطفى، وكفايه قوي كده على اللوجان، عشان انا مستني الجميله الكابتشر عشان تقول لي ايه كابتشر.